حبايب قلبي، يا رب تكونوا بهنا وخير وصحة وسعادة. جيت لكم النهاردة بفيديو جديد وروتين مشجع حلو زيكم. لو انت لسه لأول مرة بتشوفيني، ياريت تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد انا بنزله، وتكتبي لي كومنت حلو وانا برد على كل الكومنتات. وبجد كل الكومنتات اللي انتوا بتكتبوها قمر زيكم ولكم المثل. وفي ناس كتيرة بتدعيلي ان انا اكبر كده في القناة، وان انا بجد بتشجعوني جدا. انا بتشجع بيكو يعني بصراحة، زي ما انا بشجعكم بالظبط. بس طولت عليكم معلش في الكلام. حبيت ان انا الاول كده اقوم من النوم، والنهاردة يا بنات ساقعة بطريقة مش طبيعية. وكمان حصل هوا وتراب شديد جدا، يعني مش قادرة اقول لكم. انا كنت بصوا كنت نشرة، شلت الغسيل تاني من كتر التراب والعفرة اللي حصلت النهاردة. فبصراحة قلت الغسيل هيتطرب وهعيد عليه تاني غسيل، فليه اشيله وبعد كده ابقى ايه استنى شوية لحد ما التراب ده يخلص وارجع ان انا انشره تاني. طبعا كان عندي غسيل. انا كنت صاحية الساعة 8 الصبح. طبعا فطرت سيليا وفطرت انا. عملت كوباية شاي بلبن ليا وكوباية لبن لسيليا، وكمان حطيت قرصتين ونص كده فينو. هي بتحب تسقن هو الفينو كده وتاكله مع اللبن. بس وبعد كده طبعا شلت الغسيل ده طبقته. كان عندي غسيل طبعا طبقته. حوار الغسيل ده حواره كتير جدا، يعني مين بيكره الغسيل زي، يعني ربنا يكون في عون امهاتنا اللي كانوا بيغسلوا على ايديهم او كانوا بيغسلوا في الغسالة العادية. كان موله اكبر بكتير من ده. انتوا فاهمين؟ يعني احنا دلوقتي عندنا غسالة فول اوتوماتيك او غسالة اوتوماتيك، انت يا دوبك بتحطي الغسيل في الغسالة، وهي الموال الاكبر من كده ان انت بتاخديه بتنشريه، وبعد ما بتنشريه بتلميه، وبعد ما بتلميه بتطبقيه، وبعد كده تحطيه في الدولاب. فموله يعني اللي هو ايه كبير بالنسبه لي. لكن كان زمان موله اكبر بكتير قوي، يعني كان يعني بيغسلوا، وبعد ما بيغسلوا بيشطفوا، وبعد ما بيشطفوا بيستنوا يتعصر شوية او ينزل المية اللي فيه، وبعد كده يقوموا واخدينه ناشرينه. وكل الحاجات اللي انا قلتها دي بتحصل تاني، فاهمين؟ لكن احنا دلوقتي بقى متوفر عندنا الغسالات اللي هي الاوتوماتيك يعني. ربنا يعني يبارك للي عمل الغسالات دي. انتي بقيتي بتاخديها معصورة ويا دوبك تنشريه، وبعد كده بتلميه وتطبقيه وكده يعني. بس كان عندي طبعا البلكونه كانت متبهدله جدا جدا جدا، يعني انا من اول ابتدايه الشتاء وانا بصراحه تركتها وما جيتش جنبها ولا مسحتها ولا مره. فزي ما انتوا شايفين كانت متبهدله، وكان في فار. يعني انا بجد كل ما بسيبها فتره طويله بيجي فار يقعد في قلب التربو بتاع البصل والبطاطس. فمش قادره اقول لكم هو خوفني وخوف سيليا ازاي. كان محشور جوه في درج وكده. وانا بعد ما شلت الحاجة وبنفض عادي في التربو، لقيته بقى ان هو طلع وعمال يتنطط بقى حوالينا. طبعا مش قادره اقول لكم انا كنت بقى يعني عامله ازاي في الوقت ده. وسيليا كانت نفس النظام، اول مره تشوف حاجه زي كده. انا خدتها وقعدت اصوت واقول بنتي. يعني بجد كأن ان هو هياكلنا. وقفلت البلكونه وقعدت اراقبه بقى من بعيد لبعيد كده، ده هو وربت بس البلكونه كده وقعدت اقول له الشيش لحد ما هو نط من البلكونه انتحر. انتوا فاهمين اللي هو بجد. هو اصلا بيجي من البلكونه، بس هو من كتر ما هو تقيل وبجد مش قادره اقول لكم يعني عجل. فاهمين اللي هو مش فار، ده ارنب. ما كانش قادر ينط اصلا من البلكونه بجد. يعني هو بيجي من البلكونه بس هو مش قادر ينط. بس طبعا كتير منكم هيقولي طب ما تشيلي البصل، او لو في بطاطس او الحاجة دي. على فكرة انا مش حاطة في التربو غير اول درج بطاطس. لا مش حاطة بطاطس، سوري. حاطة اول درج البصل، وتاني درج اسمه ايه، اسمها ايه،
التوم وبس، مش حاطة ولا بطاطس ولا اي خزين تاني، ان هو يعني يجي يعشش ويقعد كده. بس طبعا زي ما انتوا شايفين اديت غسلة حلوة كده للخضرة اللي عندي او الشجر. وبعد كده برضو للترابزين كنت كل شوية ببص علشان خايفة لا يكون حد معدي وكده. الوقت ده بيبقى في اطفال رايحة المدارس كتير، وناس برضو رايحة شغلها، فمش هتبقى لطيفة بصراحة لو ايه حد معدي والجو شتا واحنا دلقنا عليه مية. بس فكنت كل شوية ابص كده، ودلقت مية بقى على الترابيزين كويس. وبعد كده برضو دلقت مية في الحروف كده والأرضية كويس جدا. وبعد كده بقى حطيت النجيلة تاني في الأرض، وحطيت السلم، وحطيت بيت الفار. يعني مش هقول عليه تربو، لا ده هيبقى بيت الفار. كل ما اخلص من فار، او كل ما يعني فار يمشي يجي فار تاني يقعد في نفس المكان ده، مش عارفة بصراحة ليه يعني بجد. في الاخر حاسه ان انا هزق وهمسك التربو ده اكسره من كتر ما هو بيعشعشوا فيه الفيران. يعني انا جايباه متهيألي مش عشان ان انا احط فيه خزين البيت، لا انا عشان اربي فران فيه. بس وبعد كده بقى حطيت الاختراع بتاعي اللي انا وريتهولكوا قبل كده، ان انا عملت ترابيزة من الجردلين اللي كانوا عندي، ولمعت ال الكراسي كويس جدا. وبس حطيتهم وكان خلاص كده ميعاد الغدا. بصراحة كسلت جدا في اليوم ده، وزي ما انتوا عارفين التراب والدنيا دي حصلت، فكانت الجو ساقعة وما قدرتش اعمل حاجة تانية بصراحة في البيت. وعملت شوية الغدا وكنت بصوا متلجة. وبس كده يا حبايب قلبي اكون خلصت معاكم الفيديو. استنوني في فيديوهات تانية وروتينات حلوة زيكم، وبحبكم قوي، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.